السلام عليكم حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. ربنا يخليكم ليا حته السكر اللي في حياتي. اهم حاجه انزلوا حطوا اللايك بسرعه قبل ما تعرفوا انا هعمل ايه بسرعه. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل مع بعضينا السابليه والبيتي فور. تمام، وبرده بطريقه سهله وسريعه وبكميات معتدله اللي بيها برضو نفرح نفسنا في البيت ونفرح الولاد ونبقى عملنا كل حاجه. يلا بينا يلا بينا بسرعه. هنا بقى حبيبي هنبدأ في السابليه. انا كنت مفكره معلش الكاميرا بتصور طلعت كانتش بتصور. حطيت 3 كوبايات الا ربع دقيق، عليهم كوبايه زبده، بس كوبايه الزبده لازم تكون ساقعه طالعه من التلاجة، وتتقطع كده وتتحط على الدقيق وتتفرم في الكبه او بمضرب كهربائي، بس هي الكبه اللي بتخلطها حلوه قوي الصراحه. تمام، وهضربها وهوريكم القوام بتاعها عامل ازاي. بص بقى القوام بتاعها عامل ازاي ما اتضربت في الكبه. هنزل بقى بيها. ده كده مقدار 3 كوبايات ونص دقيق. عايزه تعملي تاني اعملي، بس انا عشان الكبه تكفي. تمام كده، وهكمل بقى احط عليها البيض والسكر واوريهولكم. هنا بقى احط كوبايه سكر يا ناعم يا اما اللي هو السكر الابيض الفاتح ده، برضه بيبقى ناعم شويه، ومع البيضه والفانيليا. وهنضربهم لحد ما يبقوا كريمه. هضربهم واوريهم لكم. كده هتبقى من القوام الكريمي ده زي ما انتم شايفين كده اهو. مستمر بقى في الخلط لحد ما تديني قوام احلى من كده. كده بقى هنزل بالبيض والسكر والفانيليا على العجينه. هي برضو دي مش بتتعجن، لان دي من العجين الناشفه ما ينفعش تتعجن، بتتجمع مع بعضها. هجمعها واوريها لكم. بصوا حبايبي القوام بتاعها بيبقى عامل ازاي. بصوا لازم بقى تتلم في كيس استرتش وتدخل التلاجة وتجمد وتتخبز وهي ساقعه، ما تبردش، تطلع من التلاجة على تشكيل على طول والخبز، او شكليها ودخليها برضو التلاجة تاني. تمام، هوريها لكم بعد ما تخلص. بقى حبايبي بصي بتطلعيه كده، تفرديه على حاجه بلاستيك وتحطي دقيق وتفردي بالمردانه وتبداي بقى تقطعي بالقطاعه. بس لازم تسيسيها قوي اهي. بصي بتطلع ازاي ولا اروع. لايكات، متنساش اللايكات. هكمل معاكم الصينيه واوريها لكم. حبايبي اهو شكل الصينيه بعد ما ترص وجاري على الفرن. سابليه مش بسكوته. وعلى فكره حطيت مع دي صحيح رشه ملح ونص باكو بيكنج باودر. تمام بقى حبايبي بعمل حمام ميه سخنه عشان اسيح فيه الشوكولات اللي هعمل بيها السابليه. بعد ما تسيح بحط لها معلقه زيت، ممكن لو معلقه عسل نحل عندك عشان تدي لمعه. تمام، وتتقلب معاها كويس. معلقه زيت صغيره مش ياما عشان بص. ومن وقت للتاني ترفعي الطاسه وتنشفيها من تحت. مش لازم تبقى متعرضه كتير قوي للميه السخنه عشان الشوكولاته ما تتحرقش. تمام كده. هنا كده بقى حبيبي حطيت لها الزيت واقلبه عشان يختلط بالشوكولات. طبعا انا طفيت النار وتفضل بقى محطوطه فوق الميه السخنه عشان تفضل كده سايحه، تعرفي تشكلي بيها بسهوله يعني. يلا بينا نروح على السابليه هوريلكم بيبقى عامل ازاي. كده بقى حبايبي لسه السابليه باخدها احطها في الشوكولاته. بصوا اللمعه، بصوا الجمال. هنحطها على حاجه بقى تتصفى. حبايب قلبي احلى سابليه طالعه.
تحفه، جميل سابليه سابليه يعني اللي قلبكم يحبه. لايكات بقى للطبق الجميل ده. بصوا الشوكولاته عامله ازاي، بصوا عايزه اوريها لكم. بصوا عليه ايه، روعه. بصوا اللمعه، بصوا اللمعه بتاعته. جربوه بقى بطريقتي دي وباذن الله هتعجبكم، وقولوا لي رايكم في التعليقات. تمام. لايكات بقى لايكات كتير للطبق الحلو ده زيكم كده. هنا بقى حبايبي هنبدا نعمل مع بعض البيتي فور. تمام. اتعمل ازاي بقى البيتي فور؟ نص كيلو دي زبده فرن على فكره. نص كيلو زبده فرن عليه 625 جرام، وهعلمك تحسبيها ازاي من غير ميزان. هنا عندي نص قالب زبده، ادي القالب اهو نصه، يعني نص كيلو اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اهو بقى النص عندي، هقطعه قطع واحطه في الكب. حبايبي هنا بقى بالنسبه للبيتي فور زي ما قلت لكم حطيت نص كيلو زبده عليه 625 جرام دقيق. طب حسبتها ازاي؟ عندي الكوبايه دي، طبعا دي موجوده في كل بيت. كيلو دي في من دي 8 كوبايات. تمام. يعني نص كيلو 4 كوبايات، يبقى ال 125 جرام كوبايه. يبقى انا حطيت 4 كوبايات النص كيلو وعليهم 125 جرام، اصبحوا كده 625 جرام. ونضرب. هنا بقى حبايبي هنفصل بياض 4 بيضات. عشان اعرف افصلها لازم يكون البيض ساقع. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن الصفار يبقى معاه بياض مفيش مشكله، لكن البياض ما ينفعش يبقى معاه صفار. دي التانية. ادي التالتة. وادي الرابعة. تمام كده. هنشيل بقى الصفار كده على جنب وبيضنا على جنب. اجي هنا بسم الله الرحمن الرحيم البياض، انزل عليه بظرفين فانيليا. سوري معلش، عايز يتقص. هنا بقى هنزل اهو بظرفين الفانيليا، وكوبايه سكر بودر، ونضربهم كويس. طبعا انتوا عارفين انا على طول بستخدم المضرب اليدوي، بكسر استخدم المضرب العادي بس خلاص طالما بيديني النتيجه. طبعا البيض ده بروتين، كتر الضرب بيخليه يشد، فمش عايزه اضرب قيامه، يا دوبك بس يديني الخليط الكريمي اللي انا عايزاه. هضربه واوريهولكم بعمل ازاي. هنا حبايبي اللي هتعمل بقى بالقوام الكريمي ده، وادي الخليط اللي احنا عملناه في الكب، هنزل ده على ده واوريهولكم. حبايبي بصوا بقى القوام بيبقى كده، ما تتخضيش. انا اول مره جيت اعمله انا قلت العجينه باظت مني واعمل ايه، واحتست فيها. بعد كده عرفت بصي بتبقى عامله ازاي، عجينه وبتلزق، ان دي اغلبها زبده. يعني انت حاطه نص كيلو زبده قده تقريبا 625 جرام دقيق، فطبيعي ان هي تبقى بتلزق كده. هتتعمل ازاي؟ في كيس الحلواني، بس لازم تتلف بورق استرتش، اسفه بستريتش فوم، وتتحط في التلاجة تجمد، وتحطيها بقى في كيس الحلواني وتشكلي. تمام. يلا بينا بقى. لايكات بسرعه، لايكات. حبايب قلبي شكلت لكم اهو البيتي فور على شكل روزيتات كده. انا بحب اعمله كده الشكل ده. بجيب الحلواني او القرطاس او كيس الحلواني، مش عارفه اسمه ايه يعني، حسب ما بتسموه. تمام.
وعلى الفرن جري على طول، وطبعا بقف جنبه ومش بيطلع بامبي، ده بيطلع ابيض يعني لو بامبي عشان ما ينشفش. بخليه اول يعني خلاص استوى خالص، وقبل ما يبدأ يحمر بشيله. حبايب قلبي احلى اهو بيتي فور طلع جميل، وبعد ما عملته بشوكليت روعه. عايزين بقى تحطوا فيه كريز، عايزين تعملوه ابيض، عايزين تعملوه هو نفسه بالكاكاو، بيبقى حكايه. المهم البيزك العجينه بتاعته روعه. جربوا بقى بالطريقه دي هتعتمدوها ان شاء الله. لايكات والتعليقات الجميله بتاعتكم ما تنسوش حبايب قلبي. الف سلامه. حبايبي هدوق معاكم بقى السابليه. بصوا حكايه، والله العظيم والله زي بتاع المحلات بالظبط واحلى كمان، والمحلات اللي هي الماركه مش اي حاجه. السابليه روعه. ده البيتي فور. اعتمدوا الطريقه دي، اعتمدوا الطريقه دي وعلى ضمانتي. بصوا انا استخدمت زبده فرن، على فكره زبده فرن حلوه قوي في الحلويات، روعه. تمام. لايكات بقى للاطباق الجميله دي، وكل سنه وانتم طيبين. وباذن الله باذن الله ده اول عيد كده ليا، وكل عيد باذن الله هبقى معاكم حبايب قلبي. مع السلامه.